فاللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا صبر لنا على البلاء، ولا قوة لنا على الفقر، فلا تحجب عنا رزقنا بذنوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هعمل لكم طبق حلويات جميل، وهي الكنافة الجميلة بطريقة سهلة وجديدة، وإن شاء الله تعجبكم. هنا جبت نص كيلو من الكنافة. هبدأ إن أنا أقطعه طبعا صغير كده زي ما انتوا شايفين. انا قلت بصراحة سهل على نفسي، بدل ما اقعد اقطعه بايديا هعمله بالمقص، وبكده هيبقى الكنافة اتقطعت تقطيعة صغيرة زي ما احنا عايزينها. وفي كمان طريقة برضو سهلة وبسيطة. لو انت عندك كنافة ممكن تضيفيها في الفريزر من بالليل لحد مثلا الصبح تكون جمدت، واول ما هتطلعي من الفريزر هتبدأي ان انت تكسريها، تتكسر معاكي بسهولة وهتوصل برضو لنفس النتيجة الحلوة دي. سبت الكنافة شوية وقلت اعمل العسل بتاعها زي ما حضراتكم شايفين. ضفت كوبايتين سكر وكوباية واحدة من المية، فانا حبيت ان كمية السكر تبقى اكتر من كمية المية. وهنا دي ليمونة عصرتها وهضيفها عليها عشان تديني القوام الجميل للعسل بتاعنا او السيرم بتاعنا. وهسيبها بقى اولع عليها النار وهسيبها تغلي. هنا العسل غلي معايا، هضيف له بقى كيسين فانيليا عشان خاطر يديني الريحة الجميلة للحلويات بتاعتي. وهنبدأ بقى نعمل الخطوة التانية بتاعتنا. ده كيس من الفراولة اللي احنا قلنا هنعملها عصير قبل كده في الحلقات بتاعتنا. انا طلعته وخليته يفك، وهعمل احلى مهلبية فراولة هتبقى حشوة الكنافة بتاعتنا الجميلة. هنا هحط كمية الفراولة معانا في الخلاط. هنا عصرنا الفراولة لونها جميل جدا وضفناها على النار. هنا انا جبت معلقتين نشا كبار وضفت عليهم شوية مية عشان خاطر هو ده اللي هيعمل لي السمك كويس للمهلبية. قلبتهم كويس ودوبتهم وضفتهم للفراولة بتاعتنا. انا هنا مش هضيف سكر للفراولة لان هي طبعا مسكرة شوية، وانا عاملة العسل اللي هضيفه على الكنافة، فمش محتاجة ان انا اسكر الفراولة. لما بيبقى فيها كده سنة مزازة بيبقى طعمها جميل جدا مع العسل اللي انا هضيفه في الاخر. وهنا القوام بتاع المهلبية تقل وبقى مناسب ومظبوط. هنبدأ بقى نروح للكنافة اللي احنا قطعناها مع بعض. هضيف لها نص كوباية سكر بودرة. هضيف بقى كيسين او كيس فانيليا على السكر بودرة مع الكنافة. الخطوة دي بتديني ريحة جميلة جدا مع الكنافة وهي بتستوي. جربيها وهتعجبك جدا. هبدأ بقى اقلب السكر الناعم اللي هو البودرة مع الكنافة كلها عشان يختلط مع بعضه. ودي طبعا كوباية سمنة سايحة معايا، هضيف نصها كده على الكنافة وهبدأ اقلبهم في بعض. جبت الصينية وهضيف لها طبعا شوية سمنة او زبدة زي ما تحبي، وهبدأ اوزعها في قلب الصينية كلها زي ما انتوا شايفين بفرشة كده. لازم السمنة تكون مظبوطة معايا كده زيادة، لان هو ده اللي بيظبط الكنافة وبيخليها جميلة جدا وما تنشفش يعني. هنا قسمت الكنافة اهي نصين، وهبدأ افرد بقى النص اللي انا ضفته في الصينية ده بالظبط. نفرد كده واحدة واحدة وهضغط عليها بايدي كده عشان خاطر تتماسك مع بعض وما يبقاش فيها فراغات. تضغطي عليها جامد كده بايدك لحد ما تسويها كلها تبقى سوا واحد ومتماسكة كده مع بعض.
هنبدأ بقى نضيف المهلبية الجميلة بتاعتنا، طبعا لسه سخنة عادي، هي كده كده هتدخل الفرن معايا. طبعا انا مش هفردها لحد اطراف الصينية، لازم تبقى جوه في النص بس، عشان خاطر لما اضيف الكنافة هضيف من الاطراف الاول، علشان الخلطة بتاعتي او المهلبية بتاعتي ما تظهرش في الاطراف ويبقى شكلها مش حلو او تفك معايا الكنافة زي ما انتوا شايفين بالظبط. وهضيف عليها شوية جوز الهند كده جميلة على الوش، لو حابة ان انتوا تضيفيهم مع المهلبية وتقلبيهم كلهم برضو مفيش مشكلة. حابة تضيفي مكسرات برضو هتديكي طعم جميل. لو حابة تضيفي قطع فراولة صغيرة برضو في المهلبية تديكي طعم جميل جدا. هنا بقى انا بدأت ارص الكنافة على الاطراف الاول، عشان خاطر المهلبية بتاعتي ما تطلعش من الجناب وتبقى محافظة عليها جوه الكنافة. هضيف كل الكمية الباقية من الكنافة، هرصها زي ما انتوا شايفين بقى في الصينية كلها، علشان اقفل على المهلبية، بحيث ان انا لما اجي اقلب الكنافة او احمرها ما تظهرش معايا المهلبية، لازم اغطيها كلها بنفس الطريقة دي. هنا هضغط بالراحة جدا عشان خاطر المهلبية طرية، مش زي الاول ما ضغطنا جامد، لا هنضغط بالراحة كده على الاطراف الاول بحيث ان احنا نقفل الاطراف. طبعا هنكون مسخنين الفرن، هنحمر معانا الكنافة عشان تاخد اللون الحلو، وهقلبها على الجنب التاني عشان برضو تتحمر معايا. بصوا اللون بتاعها جميل ازاي وشكلها يفتح النفس ازاي، وريحتها جميلة جدا بالفراولة، بصراحة مديها طعم لذيذ ومختلف وهتعجبكم كلكم ان شاء الله. هنا بدأت ان انا اقطعها معاكم، كانت سخنة جدا وبحاول ان انا اقطعها بالراحة. طبعا لما تبرد شوية هتتحكمي فيها اكتر وهتبقى التقطيع احسن، بس حبيت اوريكم من جوه بيبقى شكلها جميل ازاي، بس طلعت جميلة جدا طبعا عشان سخنة. وهدوقها معاكم برضو، بصراحة ما قدرتش استنى لان ريحتها كانت جميلة جدا، شكلها جميل وشكل المهلبية ظاهر معايا ازاي، ولون الكنافة بصراحة تحفة، وبألف هنا وشفا.